السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس في صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. عايزينكم كده تشجعوني باللايك والاشتراك وبالكومنت الحلو عشان افضل مستمريه معاكم دايما. طبعا احنا بقى جينا مع بعض كده، عندنا كده بط زي ما انتم شايفين. النهارده هنعمل له وصفه حلوه جدا جدا. فقبل اي حاجه طبعا يعني في كومنتات كده هتسألني او ممكن تسأليني تقولي لي البط ده نوعه ايه. ده نوعه بيور، احلى بط ما شاء الله بيجي معاكي وما شاء الله بيكبر معاكي في ساعتها. فانا طبعا ما كترتش من البط ده، لان انا بربي بط مسكوفي. طبعا اللي متابعني ومتابع قناتي هيلاقي اكتر الطيور عندي هو بط مسكوفي. فانا بجيب البط ده كل فتره كده. فانا بقى حبيت اللي انا اجيبه كده على دخلة رمضان عشان هيكبر معايا. وانا عندي برضو بط مسكوفي، بس لكن قلت اجيب 5 بس، يعني ما جبتش كميه برضو. فما شاء الله حلوين جدا جدا وبيكبروا معايا في ساعتها. طبعا سعر البطه عايزه اعرفكم برضو كل التفاصيل، ولو انت حابه تشتري برضو هتنهضي. ويعني ممكن لو انت جبتيه من النهارده او من بكره هتاكليه على نص رمضان 20 رمضان. فما شاء الله هو بيكبر معانا في ساعتها، وبس انت اكليه وهو هيتقل معاكم وما شاء الله هيبقى حلو جدا جدا، وهتلاقيه برضو ناشف معاكم وحلو. طبعا زي ما انت شايفه كده، طبعا هو ما شاء الله بيحب الميه، وفي نفس الوقت بياكل كتير عن البط اللي هو البط المسكوفي، وبجد هو بتبقى طعمه حلو. فانا حبيت ان انا اجيب 5، لان يعني نفسي اكله كده بقالي فتره ما اكلتوش. فقلت بقى اجيب 5 بس. وانا عندي بط مسكوفه برضك وكده، فجبت ال5 دولت. اللهم بارك ما شاء الله جايين معايا. وهو طبعا البط ده معروف اللي هو مناعته عاليه، فهو بيتحمل البرد، بس لكن ما نسيبوش يبرد مننا برد. هو بيتحمل التعب، بيتحمل البرد، فعنده قوة مناعة جامدة ما شاء الله. اللهم بارك. وطبعا هو البط ده انواع، فاحلى نوع اللي انت تجيبيه من البط ده اللي هو البيور. بط البيور ما شاء الله بيجي معاكي وما شاء الله زي الفل. بس لكن هو بقى عيبه ان هو برضك، يعني انا حابه ان انا اعرفك برضك عيوبه. هو مش عيب، يعني هو بس هو بيحب الميه كتير، بيحب يبلبط في الميه زي ما انت شايفه كده. فانا بحط له ميه كميه بسيطه، عشان هو لو انا حطيت له السقايه بيفضل يبلبط كده لحد ما المكان بتلاقيه كله حواليه ميه. فانتوا خدي بالك واهتمي بهم ما شاء الله، ولازم تهتم برضك بالتدفئه. طبعا انا سايباهم في الاوضه كده وفرشلهم طبقه قش خفيفه كده، بس لكن انا بنيمهم في بوكس كده وبدفيهم ما شاء الله. فبتلاقيهم يومهم بيومين. وطبعا النهارده هنعمل لهم احلى معلقه كده هتخليهم ما شاء الله هتزود وزنهم. معايا كده بقى حطيت كده معايا معلقه كده من حبه البركه على بقى شويه علفه ما شاء الله، هتخلي معانا البط حلو جدا جدا. بجد المعلقه ديت خيال، ما تستغنيش عنها عند الطيور. ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. طبعا انا كنت جايباهم عمر يوم، فانا اول مره اصورهم كده معاكم. فاعذروني بقى لان انا ما صورتهمش معاكم بقالي يعني من اول ما جبتهم، لان كان عنده ظروف. فباذن الله هنعمل وصفات فهتفرق مع البط وهتخليه يكبر معاكي في ساعتها. هو طبعا عامه هو بيكبر في ساعتها، بس لكن كل ما نعمل له وصفات ونهتم بيه ما شاء الله هتلاقيه كبر معاكي واشتال وزن ونشف معاكي برضه. فبجد لو انت اهتميتي بالبط بتاعك ما شاء الله هتلاقيه حلو جدا جدا وهيكبر معاكي في ساعتها زي ما انا قلت لك. فاهم حاجه الوصفات. وطبعا حطيت لهم كده على ده، حط له حوالي رتل ميه كده على السقايه، حطيت كده نص ليمونه. بجد حلوه جدا جدا، بتشيل اي ميكروبات اي بكتيريا
عند الطيور. فانت حطي الليمون كده، وكمان برضك لو انت حابه تحطي فصين توم كده، ابتدي اللي انت تفرمهم كده وحطهم كده على رطل ميه، بيبقى مضاد حيوي للطيور او للبط. فباذن الله يعني هنمشي واحده واحده كده مع بعض، وهنشوف هنحط ايه للبط معانا. بجد المعلقه دي تعملها كده مرتين في الاسبوع، هتلاقيها معاكي خيال مع البط بتاعك. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله. طبعا انا ببيته برضه، ببيته وبدفيه في بوكسه كده، هوريها لكم برضه. فزي ما انتم شايفين كده طبعا ده بقى ايه، بدفهم كده وانيمهم كده في البوكس. طبعا القشايه ناشفه وحلوه اهي ما شاء الله. وطبعا ببتدي ان انا اسيبهم كده في الاوضه عندي كده زي ما انتم شايفين، يفضلوا يجروا بقى طول اليوم. وبعد كده بحطهم في البوكس ده بقى ايه بالليل، بيبقوا نايمين ودافيين. وطبعا ما شاء الله زي ما انا بقول لك كده لازم تدفيهم، لان احنا في عز البرد، فلازم تهتم بالبط بتاعك. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وينال اعجابكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. وطبعا لو انت بقى حابه ان انت تجيبي كميه هتبقى حلوه عندك. فطبعا زي ما انا قلت لك كده ايه، انا عندي بط برضو بط مسكوفي، فيعني جبت كميه بسيطه يعني على قد. فتعالوا نشوف البط معانا برضو، البط والفراخ. فطالما انا مربيه كذا تربيه، ببتدي ان انا اجيب حاجه بسيطه جنب الحاجه اللي انا ايه مربيها على طول في بيتي. لان انا بربي اللي هو البط اللي بيفقس بنيين بط عندي. بجد البط ده بيبقى كنز. اما تسيبي بط كده وذكر عندك ويبتدوا ان هم يبيضوا عندك ويفقسهم، ما شاء الله بيعملوا لك بخير في بيتك من البط. فطبعا ده انا جايباه كده ايه 5 كده. وتعالوا نشوف البط برضو والفراخ كده بقى ايه. ده برضو عندي برضو بط 5 بطات برضو دولت بط وسط برضو. ومعايا بقى برضو الفراخ سايباهم كده مع بعض في الاوضه. فما شاء الله حلوين جدا جدا. فطبعا انا بربي البط ده على طول عندي. وعندي برضو تربيه بط كبيره يعني على الذبيح برضو في مكان تاني في اوضه تانية. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده ووصفاته تعجبكم. اهم حاجه دايما عايزاكم تشجعوني باللايك والاشتراك فضل وليس امر، وتفضلوا كده تشجعوني عشان افضل مستمريه معاكم دايما. فزي ما انتم شايفين كده لازم الاهتمام والنظافه للطيور، ولازم تدفيهم كويس عشان البط ما يبردش منك في البرد. فاهم حاجه. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بقى عندي بقى بط ما شاء الله حلو جدا جدا. ده خير في بيتي. طبعا لو انت جبت بقى بطه كده نايمه بجد عندك هتبقى عندك كنز. يعني البطه النايمه دي كنز في البيت. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عندي بقى بط. فقلت بقى ايه اجيب ال5 بطات البيور دول بس جنب بس البطتين دول، لان يعني ايه هو بيبقى برضو له طعم مختلف عن البط المسكوف. فحبيت ان انا اجيبه، يعني بقالي فتره ما جبتوش. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عندي تربيه زي ما انتم شايفين كده. فيعني انا بعرفكم ان انا جايبه كميه بس بسيطه من تربيه البط البيور عشان عندي بط تاني اهو. فطبعا بحط له برضو كفطره. وطبعا ده برضو الحمام بتاعي. فتعالوا برضو نشوف كده معايا برضو بطتين كده نايمين، يعني مش نايمين بيبيضوا لسه. ففي بطه فيهم باضت 6 بيضات اهي، والتانية باضت 8 بيضات. فطبعا يعني عندي بط نايم ما شاء الله. يعني اما البطه دي تبيض لها كده البطه كل بطه تبيض لها بس 15 بيضه او 14 بيضه، هتلاقيكي ما شاء الله معاكي 30 بطه او 30 او 28 بطه اما تفقس، فهتملالك البيت خير. فبجد البطه النايمه خير وكنز في بيتك. فباذن الله هقول لكم كده شويه معلومات كده عن البطه النايمه في فيديو تاني. فانتظروني في فيديو تاني عن البطه النايمه باذن الله. هقول لكم ازاي تنيميها وازاي هتنام معاكي بكل سهوله، وازاي هتبيض بيض
وتبيض عندك بكل سهوله وتملالك السطح بتاعك خير او البيت بتاعك خير من البط بجد ما شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده اهوت. فيا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم كده النهارده وتكونوا خدتوا اي معلومه مني. واهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضل وليس امرا. ويا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده دايما ودايما كده ده الفيديو بتاعي يعجبكم. مع السلامه، ما تنسوش اللايك.